على سلامتكم في داركم. اليوم باش نعملو مرقة لوبيا بالعلوش والملح على طريقة أمي الغالية. إجيو نبداو مع بعضنا بالمكونات. لهنا خديت اللحم علوش وخديت بصلة قصتها كيف ما قاعدين تشوفوا معانا قطع هكاكا، وخديت زوز مغارف كبار طماطم ومغرفة كبيرة هريسة وربع مغرفة ملح. علاش؟ على خاطر باش نعملوها بالفاريون ديجا معناتها الملح يزيد يملحها، دونك خدينا ربع مغرفة ملح يزي معناتها، وحطت زيادة زيت زيتونة، وحطت زيادة رشة فلفل أكحل. ولهنا العلوش عمره ما يتفوح بالتابل على خاطر ينحي نكهة متاعو، دونك العلوش يفوح روحه وحده. وهذوما الكل اللي كنخليهم يتقليو مع بعضهم، واكيد واحنا نقليو نحاولوا انه ندخلوا المكونات الكل كما بعضها ومنغفلوش عليه، وديما نحركوا باش ما يشدناش. وتوا بعد ما تشكشكوا المكونات بالكدا بالكدا باش نضيفوا الماء، وهكا نخليو اللحم ياخو غلوة. زدنا هكا الماء بريسك شطرنا الطنجرة باش نخليو اللحم يغلي، ومن بعد نرميو اللوبيا المنفخة. في الأثناء أمي خديت الفاريونت حطيتها في صحفة وحطت عليها الماء سخون. هذه أستيس جديدة أنا تعلمتها باش هكاكا الفاريونت يتنحى الملح متاعها. والملح متاع مرقة اللوبيا العادي اللي مالفة تحطه حطت ربعه في الطنجرة، كيف ما قلت لكم ربع مغرفة صغيرة ملح، على خاطر حتى كي تغسلها بالماء سخون باش يبقى فيها ملح الفاريونت. هكاكا المعادلة تجيكم بالضبط، يعني تحط ربع كمية الملح اللي انتم مستنسينها في المرقة مع المكونات يتقلاو، والفاريونت تحطوها في الماء السخون يتنحى أغلبية الملح متاعها وتجيكم بالضبط. رق اللوبيا توا ولا يغلي باش نضيفو اللوبيا المنفخة ونخليوها تطيب مع اللحم العلوش. كيف ما تعرفوا اللوبيا واللحم العلوش الزوز ياخدوا وقت حتى يطيبوا. ونغطيو الطنجرة باش قوة المرقة تقعد فيها ما تضيعش، يعني لباخ يقعد في وسطها. عملنا توا تفقيدة للوبيا، اهو اللحم ما شاء الله واللوبيا مازالوا يقبلوا الطياب، اما منحكمش على الروايح بنينة على الاخر، يعطيك الصحة يا امي. وتوا باش نضيفوا الفاريونت ولا الملح للوبيا متاعنا. وقت اللي اللوبيا قريبة تطيب وقتها انتوما تضيفوها ونخليوها تاخو غلوة صغيرة. اللوبيا توا طابت باش نرميو فلفل اخضر، خليوها هكا يسيب الحرورية متاعو ومن بعد كنطفيو. كل شيء طايب فيه الفاريونت اللوبيا اللحم ما شاء الله ريحتها بنينة تعشق. ولهنا بعد ما طابت اللوبيا عبيناها في صحنا، حبيت نصور لكم الصحن شوفوا محلاها كيفاش جات، وكمان حاطين عليها فلفل برا عبيد وكعيبات زيتون. نحكي لكمش على ريحتها راهي بنينة على الاخر وفايحة. ان شاء الله الطريقة متاعنا تكون عجبتكم، والى اللقاء في وصفات قادمة على قناتكم داركم.